يا صباح الفل، عاملين ايه؟ رب دايما تكونوا بخير. وحشتوني جدا من اخر فيديو نزلته. تعالوا بقى نشوف الجو عامل ازاي مع بعض. الجو كان مغيم وكان ساقع. دلوقتي كانت الساعة 7 صباحا. الجو كان مغيم وكان شكله هيمطر. اجواء الشتا بقى يا جماعة هلت علينا كده مرة واحدة، وربنا يستر بقى علشان الواحد مش طالبة معاه برد وتعب. اول حاجه كده عودي نفسك اللي انت اول ما تصحي من النوم تشربي كوبايه ميه كده على الريق، علشان لازم نشرب ميه، علشان احنا داخلين على شتاء وانتوا عارفين بقى الجفاف اللي بشرتنا بتبقى فيه، واحنا اصلا بننسى الميه في الشتاء عامه. فانت حاولي كده على قد ما تقدري انك تشربي الميه كده اول ما تصحي وعلى مدار اليوم باذن الله. خلي الميه كده قدامك علشان تفتكريها. عملت بقى كوبايه شاي بلبن المتينه بتاعتي، بجد احلى كوبايه شاي بلبن بشربها كده على الصبح كده، بتبقى بصوا كوبايه على المزاج. حطيت فيها بقى لبن بودره، وهفطر بقى فطار بسيط كده. كان نفسي في البقسماط بصراحه، لان بقالي كتير ما اكلتهوش، لان هو طبعا ممنوع في الدايت. بس انا كنت مروحه كده فيها شميت ريحه المخبوزات في الفرن. الفرن الصراحه كانت عامله مخبوزات حلوه قوي، كانت شكلها لسه طالع، فرحتها شدتني فقلت لا. شبطت بقى في البقسماط، قلت والله ما انا ماشيه إلا لما تجيب لي بقسماط. هو الصراحه نزل جاب لي بقسماط على طول. كان نفسي فيه الصراحه، وهو اصلا ممنوع علشان الدايت، بس نفسي فيها. اعمل ايه يعني؟ احرم نفسي؟ لا طبعا. نسيت بقى الدايت ونسيت كل حاجه، وقلت ان انا لازم افطر كوبايه شاي بلبن كده ومعاها بقسماطتين. ده احلى فطار. وعملت بقى سندوتش جبنه كده بالزيتون، سبريد زيتون. بجد الزيتون ده اختراع، بجد طعمه حلو جدا، وانا اصلا من طبعي بعشق حاجه اسمها زيتون. بجد الزيتون ده طعمه خطير خطير خطير. اللي بيحب الزيتون كده زي حالتي هيعجبه جدا. انا بحب بقى الزيتون الاسود، الزيتون الكلاماتا، الزيتون الاخضر. اي زيتونيه كده معديه قصادي بصي يعني باكلها على طول، بفترسها ما بسيبهاش. مفيش يما ارحميني. اه هنا. وانا اصلا من طبعي بميل للحوادق اكتر من السكريات، يعني انا ماليش في الحلويات بقى، البسبوسه والجلاش وصابع زينب وكده الحاجات دي. بحب حاجات معينه، وبرضو ما باكلش منها كتير. لكن في الحوادق يا نهاري بتلاقيني دايسه دايسه، اي حاجه حادقه بتلاقيني دايسه، لان انا بميل للحوادق ما بميلش للسكريات بصراحه، وكده افضل. بصوا هو كده مش افضل طبعا يعني، ولا السكريات زيادة بتبقى حلوة ولا الحوادق كمان زيادة بتبقى حلوة، يعني كل حاجة في المعقول. بس قمت بقى قلت اضرب لي كده برتقانية. انا بحب البرتقان جدا. قلت بقى انا اقشر لي كده برتقانية كبيرة كده حلوة تنعنشني كده وتديني ايه، فيتامين سي كده على اخر اليوم. هو مش اخر اليوم ده، ما بين الفطار والغدا. قمت بقى بعد ما اكلت البرتقانية وظبطت حالي، وقمت بقى ايه افضي الجبن اللي احنا جبناها امبارح. فضيتها بقى في العلب، لان لما بسيبها في الاطباق دي ولما بنيجي ناخد منها بتنشف. فحطيت بقى عملتها في العلب كده وقفلت عليها وسبتها بقى في التلاجة، كده اسهل كتير. انا عايزة بس بقى انتوا لو وصلتوا معايا للمرحلة دي ما تنسونيش بقى باللايك الحلو بتاعكم والاشتراك، وتكتبوا لي كومنت حلو منكم اللي هو يشجعني ان انا انزل فيديوهات اكتر، علشان انتوا بجد ظالميني ومزعليني بجد والله. يعني ليه ما فيش تفاعل على القناة؟ طب انا حتى قلت لكم اكتبوا لي اي كومنت حتى سلبي ايجابي، انا موافقة يا ستي بالكومنتات السلبية، بس تكتبي لي يعني حسيني ان انتوا معايا ومعايا صحابي واخواتي وكده، يعني انتوا فاهمين قصدي. فرحوني بقى واكتبوا لي كومنتات حلوه، او اكتبوا لي يا ستي كومنتات سلبيه، انا موافقه. يا بصوا انا موافقه بايه وانتوا برضو يعني بخلين عليا بالكومنتات. طب اكتبي لي، لا احطي لي لايك، اعملي لي اي حاجه، ما انا مش هسيبك الا ما تعملي لي اي حاجه النهارده. لازم تكتبي لي كومنت او لايك او اشتراك، انتوا حرين. ورغم ان انتوا مزعليني، بس ربنا يسعدكم ويفرحكم ويخليلكم اولادكم، ويا رب كده. احنا خلاص نهاية السنة خلاص قربت، وانا الصراحة ما بحبش نهاية السنة. يا رب تعدي على خير يا رب علينا كلنا.
وتبقى سنة سعيدة ونهايتها سنة سعيدة يا رب بإذن الله، وربنا يهون علينا كلنا صعوبات الحياة والدنيا، وربنا يشفي كل مريض. انا جبت بقى شوية مشروبات كده، مشاريب كده نشربها سوا وهنعملها سوا، بس بقى في فيديوهات تانية. النهاردة هنعمل، بصوا انا لقيت برضو اللي هو الشاي الكرك، لقيته جاهز. انا بصراحة كان نفسي ادوقه، بس على فكرة هو طلع شاي بلبن عادي، بس عليه منكهات، يعني عليه مثلا حبهان او قرنفل او زعفران او جنزبيل، بس هو في الاخر شاي بلبن. بس شاي بلبن بقى ايه، مش مصري بقى، مش بتاعنا، لا عليه نكهات بقى. بس والله طلع جميل وعجبني وهجربه. انا بقى عايزه اجربه من البدايه، يعني اعمل شاي بلبن عادي واحط بقى عليه منكهات دي ونجربه، شوف بقى اني احلى. اكيد طبعا الشاي بتاعي بقى احلى كتير طبعا. يا لهوي على تواضعي، مش عارفه اعمل ايه في التواضع اللي انا فيه ده يا اختي. يعني انا مشكلتي حاجتين، التواضع والطيبه الزايده. الطيبه الزايده اللي في قلبي دي مش عارفه اوديها فين الصراحه، فادعولي بقى علشان انا الطيبه الزايده اللي فيا دي تعبتني. مش فاهمه الصراحه بجد، والله انتوا بجد زي العسل. فطرنا بقى وكلت برتقانتي وشلت مشروباتي، هنبتدي بقى نعمل الغدا. ما هو برضو الراجل دوت ليه حق علينا برضو اللي احنا نعمل غدا. عملت بقى ايه، مكرونه بكور الكفته كده، كورت الكفتايه كده وقب اديله ادي. بس الاكله دي عجبتني وهكررها تاني طبعا، هحطها في القايمه. اول حاجه بقى هسلق المكرونه. انا طريقتي بقى ايه يا جماعه، في سليق المكرونه بخلي الميه تغلي وبحط عليها شويه ملح وشويه زيت صغيرين جدا جدا جدا، وبخلي المكرونه تاخد غلوتين وبطفي عليها النار وبسيبها كده دقيقتين بالظبط او 3 دقايق والنار مطفيه وهي في الميه، بغطي عليها الحله وتكمل بقى سواها في الميه المغليه دي. انا بحبها تمضغ شويه وبحبهاش تبقى مهريه، بحبها اللي هي تبقى فيها مضغه كده بسيطه بس، وبتبقى جاهزه وطعمها خطير خطير خطير. ما بحبش اغليها تستوي سوا كامل في النار وتتهري، لانها بتبقى مهريه كده. حتى لما بتعملي المكرونه القلم وتسويها زياده عن اللزوم، انت ما بتيجي تحطيها عليها الصلصه وتقلبيها بتلاقيها بتتكسر منك، فانت اعمليها بالطريقه دي هتطلع الواحده بوحدتها. كورت بقى خلاص الكفته. انا مش عارفه المقطع بتاع تتبيله الكفته والتكويره يعني وكده، راح فين؟ شكلي كده ما صورتش. مش بقول لكم يا جماعه الموبايل بيخرف زي صاحبته؟ ادعوا لي بقى، ادعوا للموبايل وادعوا لصاحبته اللي هو ايه، يقومونا كده على خير، يعني علشان التشيبه الزايده اللي فينا دي هتودينا في داهيه. القطاع المالي والمصرفي. عايزه اقول لكم بجد اللي هي كانت طعمها خطير. كنا بقى والحمد لله، قلنا بقى نختم يومنا كده بكوبايه شاي كرك كده، انما ايه حكايه. عملت بقى ايه، انا ما عملتش حاجه اصلا، انا سخنت الميه بس، يعني ما عملتش حاجه. بس كان طالع حلو زي ما بقول لكم كده. هو عباره عن ايه، هو شاي بلبن بنكهات، بس احنا ممكن نعمله على فكره في البيت ويطلع برضو طعمه حلو. هو ما كانش محتاج سكر، انا كنت فاكره ان هو محتاج سكر فحطيت نص معلقه سكر كده، بس هو مش محتاج سكر بصراحه. يعني حلو وبس كده. ده احب بقى ان انا اختم معاكم اليوم، ومتنسونيش بقى باللايك الحلو بتاعكم المتين، وهتوحشوني جدا. لحد بكره، باي باي.